إنقاذ الصحراويين ومسكتم بكراسيكم دعم مالي الله أعلم من الجزائر أو من أي جهة. أنا أعطيك مثل، يعني أول رئيس للجبهة الولي مصطفى السيد الرقيبي من 73 حتى 76. طبعا في 76 قتل في ظروف غامضة في هجوم على موريتانيا. ومنذ ذلك اليوم السيد محمد عبد العزيز إلى يوم الناس هذا. لماذا؟ أي ديمقراطية هذه في العالم يا سيدي؟ لا أعتقد على أن أنت للأسف الشديد على أنك لا تعرف الكثير عن القضية الصحراوية. المعلومة هذه خطأ ولا صح؟ البوليزاريو حركة تحرير ديمقراطية، ننظم كل 4 سنوات مؤتمر، ومن خلال هذا المؤتمر تنتخب القيادة الصحراوية بما فيها آخر مؤتمر في 2007 وأعيد انتخاب محمد عبد العزيز. ولكن أنا أقول من 76 إلى الآن. لمعلوماتك على أنه في المؤتمر الأخير من أجل يعني كان هناك 425 مترشح للقيادة الصحراوية. الرئيس محمد عبد العزيز كلها ترشيحات سورية، كلها ترشيحات سورية. لا سوريا في بعض المناطق ليست سورية. نحن ندعوك مثل الانتخابات العربية، يعني يترشح أحد ضد الرئيس لتجميل الصورة، ولكن في الحقيقة محمد عبد العزيز ثابت هناك إلى الرحيل. لا الحقيقة لا أعتقد على أنك تغيب عنك الكثير من المعلومات عن القضية الصحراوية وعن الشعب الصحراوي وعن النظام الديمقراطي الصحراوي. وللأسف الشديد النظام الديمقراطي 34 سنة في الحكم وتقول لي النظام الديمقراطي. وللأسف الشديد أدعوك للمشاركة في المؤتمر المقبل الذي سيكون. يا سيدي لا تجيبني على سؤالي بإجابة على موضوع آخر. لو سمحت قيم لي أداء محمد عبد العزيز خلال 34 سنة بعجالة. المؤتمر العام للبوليزاري يقيم عمل محمد عبد العزيز ويقيم عمل القيادة الصحراوية. الشعب الصحراوي المؤتمر سيد، والمؤتمرين السياد في القرار، وهم الذين يقومون بتقييم أعمال ومنجزات القيادة الصحراوية أثناء المؤتمر، وبالتالي ينتخبها أو لا ينتخبها فالمؤتمر سيد. والنظام الديمقراطي الصحراوي لا أقوله أنا، ولكن هناك حقيقة واقعة في المخيمات وفي المناطق المحررة من الصحراء الغربية، وهناك برلمان يحاسب الحكومة على أدائها، وهناك استقلالية القضاء، وهناك هناك مؤسسات ديمقراطية. وللأسف الشديد على الكثير من الإخوان العرب لا يعرفون الكثير عن هذه الحياة الديمقراطية في الصحراء الغربية. على كل حال أنا قلت هذا لأنه هناك من يقول بأن حركات هذه ما تسمى بحركات التحرر أو الحركات الثورية هي في الحقيقة لا تختلف كثيرا عن بعض الأنظمة المتعفنة في المنطقة. يعني عندما أقول لك 34 سنة في الحكم وتقول لي يعني نظام ديمقراطي وانتخاب ديمقراطي، يعني البعض سيشك في هذا. 34 سنة هذه لا يمكن تبريرها لا بالطول ولا بالعرض كما يقال. كل إنسان لديه الحق في أن يأخذ فكرة ويشك فيما يريد. على كل حال رقم 34 سنة لا يمكن أن تناقش فيه. ولكن هذا واقع. 34 سنة في الحكم لا تناقضها ولا. هذا واقع ونتمنى. نقطة ثانية، دعنا من هذا يا سيدي، نتجاوز عن هذا. هناك من يقول بأنكم في الحقيقة لستم صحراويين. أنا أتحدث عن القيادة الكبرى. أنتم ركبتم على هذه القضية الصحراوية لمصالح شخصية، لمصالح جزائرية، لمصالح إسبانية، لا أدري أنا. ولكن التاريخ، الوثائق تثبت بأنكم لستم صحراويين. أبدأ بالسيد محمد عبد العزيز الرئيس. اسمح لي. الرئيس هو من مواليد مراكش. محمد سيداتي وزير لدى الرئاسة من طرفايا وهي خارج الصحراء. محمد سالم ولد السالك وزير الخارجية من طرفايا وهي منطقة خارج الصحراء. ماء العينين الصديق مستشار لدى الرئاسة من منطقة كلميم، لا أدري إذا نطقت الاسم صحيح أم لا، خارج الصحراء. البشير مصطفى السيد، حبيب الله محمد الكوري، غريب هذه الوثائق كلها. يعني سيدي الصحراويين القيادة العليا يظهر على من المغرب. يظهر على أن هذه الوثائق حقيقة وثائق أشك في مصدرها. لماذا؟ لأنها بما معناه على أن قيادة الشعب الصحراوي هذه قيادة ليست من الصحراء الغربية. ولمعلوماتك الخاصة، الشعب الصحراوي قاوم وسيقاوم، والقيادة الصحراوية قيادة صحراوية. أجب على سؤالي، محمد عبد العزيز من أي منطقة؟
محمد عبد العزيز الصحراوي مثل بقية ولد في مراكش ودرس فيها يا سيدي. اثبت العكس، اعطيني وثيقة. مواليد الرئيس محمد عبد العزيز مواليد شمال الصحراء الغربية، وهذه يا سيدي أنا لا أريد أن أقول هنا، أتحداك أن تثبت العكس، ولكن هذه الحقيقة لا يمكن أن تثبت إلا هذا. لم أتي هنا حتى أثبت لك وثائق. هذه حقائق لا يمكن إنكارها. لا ليست حقائق، هذه حقائق مغلوطة، هذه حقائق مواليد أي منطقة محمد عبد العزيز؟ مواليد الشمال الصحراوي. أنا ليست لدي تفاصيل. رئيسك لا تعرف أين ولد؟ غريب يعني تطرح علينا هذه الأسئلة، يعني غريب جدا. أنا أقول لك على أنه في الشمال الصحراوي. أين بالضبط؟ أين ولد